السلام عليكم خوتي الوداديين ومرحبا بكم في القناة ديالكم قناة بريس البطولة. كيف ديما جايبكم مواضيع كتهمكم كوداديين وحبكم للنادي الأحمر، فما عليكم غير تشاهدوا الفيديو حتى النهاية. كاين مواضيع جميلة كيف العادة، وكيف ديما خوتي الوداديين ما تبخلوش على اخوكم الودادي بجيمات الفيديو باش نزيد نتعمق في مواضيع الودادية ونشاركها معكم، واللي ما شارك يشارك معنا باش حتى هو نشاركوا معاه المعلومات والمواضيع. وباش ما نطولش عليكم خوتي الوداديين نبداو على بركة الله. نجح مدرب نادي الوداد الرياضي باش يبدل موقف وقرار المكتب المسير للفريق الأحمر فيما كيخص الحسم في الوضع ديال لاعبي الفريق. ونقل مصدر لموقع سيت انفو باللي المدرب رولاني مكونة ضغط باش يبقى بعض اللاعبين اللي كانوا مرشحين باش يغادروا الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي. وزاد نفس المصدر باللي المدرب الوداد شدد لمسؤولي النادي على ان بعض اللعابه اللي كانوا غاديين يمشيو عندهم القدره باش يرجعوا لمستواهم ويستافدوا منهم بعض اللعابه اللي هم جداد في الفريق ومن الخبره ديالهم اللي عندهم مع الفريق الودادي. وكمل باللي الرئيس الوداد هشام أيتمنى وافق على المقترح ديال المكونه وقرر يحتفظ باللعابه بحال عبد الاله حيمود وسيف الدين بوهراء وغيرهم. فبخصوص الكلام كبير من مهدي مفتاح تجاه الوداد الرياضي، ودع مهدي مفتاح حارس مرمى الوداد الرياضي السابق الفريق بعد ما انفصل عن الوداد خلال الميركاتو الصيفي الحالي. كتب مفتاح في واحد المنشور على الحساب ديالو الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي: اليوم كنودع نادي الوداد الرياضي وكان لي الشرف باش نحمل قميص ديال الوداد بكل فخر واعتزاز. وزاد قال: شكرا جزيلا لكل مكونات نادي الوداد الرياضي من مكتب مسير والأطقم التقنية والطبية والمكلفين بالأمتعة والعاملين في النادي. شكرا لزملائي اللاعبين على كل الدعم والمساندة اللي قدموها لي. واختتم كلامه آخرا: شكرا للجماهير الودادية على كل الحب والتقدير اللي لقيت منكم، وكنتمنى للفريق مستقبل زاهر في المواسم الجاية. ونشير باللي مهدي مفتاح قريب بزاف باش يوقع مع نادي نهضة بركان بعقد غادي يمتد ل3 مواسم كاملة بعد ما فسخ العقد ديالو مع الوداد الرياضي. فبخصوص الجامعة تتدخل لتطويق الخلاف بين الرجاء والوداد. تدخلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم باش تحل الخلاف بين الرجاء والوداد الرياضيين اللي ناض بسبب شعار الفريق الأحمر. واحد المسؤول في الجامعة كشف أن واحد من الأعضاء ديال الجامعة دار مجهود وربط الاتصال بمسيري الفريقين باش يقنعهم يتحلوا بالهدوء والحكمة ويتجنبوا المشاكل اللي يقدر يخلص فيها الجمهور الثمن. نفس المصدر وضح أن خطوة الوداد بتقديم شكاية ضد الرجاء للعصبة الاحترافية تقدر تعقد الأمور أكثر من بين الفريقين. لهذا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شافت أنه من الضروري التدخل باش تهدي الأوضاع قبل ما تتفاقم وتتوصل للأسوأ. القصة بدات نهار الجمعة اللي فات من اللي قامت الصفحة الرسمية ديال الرجاء البيضاوي بحذف النجمة الثانية من شعار الوداد الرياضي، وهذا الشيء اللي اعتبروه جمهور الوداد استفزاز ليهم، وداك الشيء علاش داروا شكاية للعصبة الاحترافية. فبخصوص تطور جديد في ملف انتقال بادجي إلى الوداد، قريب فريق الوداد الرياضي يحسم في صفقة المهاجم السنغالي بادجي بعد ما فسخ عقد مع المغرب التطواني بسبب عدم توصيله بمستحقاته المالية العالقة. المفاوضات دارت بسرعة كبيرة منذ نهار الثلاثاء اللي فات، حيث جا وكيل أعمال الهداف السنغالي لمركب محمد بن جلون في الدار البيضاء باش يتلاقى مع واحد من نواب الرئيس هشام أيتمنى ومسؤول إداري آخر. غادي تكون جلسة ثانية بين أيتمنى وبادجي ووكيل أعماله مباشرة بعد رجوع رئيس الوداد للمغرب. ومن المتوقع أن يتم الحسم في موضوع التعاقد بين الطرفين في هذه الجلسة. بادجي سجل 9 أهداف مع المغرب التطواني في البطولة ديال الموسم اللي فات، منها 4 ديال الأهداف من ضربات الجزاء، وكان متصدر ترتيب هداف الدوري في مرحلة الذهاب. الوداد حاول يتعاقد مع بادجي في الانتقالات الشتوية اللي داز، ولكن مسؤولي المغرب التطواني تمسكوا باللاعب ورفضوا يناقشوا العرض ديال الوداد.
فبخصوص بالقشور في ضيافة الوداد لهذا السبب، أعلن فريق الوداد الرياضي لكرة القدم عبر بلاغ رسمي على الصفحة ديالو في موقع فيسبوك على جديد الاتفاقية التاريخية لتطوير كرة القدم في المغرب تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برئاسة فوزي القجع. قال النادي الأحمر في التدوين ديالو في إطار الاتفاقية التاريخية لتطوير كرة القدم في المغرب تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برئاسة فوزي القجع، تلقى النادي زيارة خاصة باش يستفد من المشروع الخاص بتمويل وتطوير المواهب الكروية الوطنية، وختم حديثه بعبارة مبادرة قوية كتدعم مستقبل الكرة المغربية. وبخصوص يانغ افريكانز، يرفض عرض الوداد لضم نجم تنزانيا. رفض نادي يانغ افريكانز التنزاني العرض اللي قدمه الوداد الرياضي باش يتعاقد مع كليمون مزيزي في الميركاتو الصيفي الحالي. مسؤول الوداد الرياضي قدموا عرض بقيمة 100 مليون سنتيم باش يتعاقدوا مع كليمون مزيزي اللي تعتبر نجم نادي يانغ افريكانز والمنتخب التنزاني. وحسب مصدر مسؤول، ما زال مسؤول الوداد الرياضي كيحاولوا يتوصلوا بشكل مكثف باش يستافدوا من خدمات كليمون مزيزي هذا الصيف، بناء على توصية من المدرب الجنوب الافريقي رولاني مكوينة. ونشير باللي الوداد الرياضي تعاقد هذا الميركاتو الصيفي مع عدة لاعبين، منهم عبد العالي المحمدي، جواد خلوق، محمد مفيد، ايمن الديراني، حمزة الصاخي، معاذ انزو، محسن بادة، نبيل مرموق، وزكريا ناسيك، ومحمد الرايحي. في المقابل غادروا الفريق لاعبين بارزين بحال اسماعيل حداد، محمد النجم، منتصر الهتيمي، ادي اغونيس، عبد الله حيمود، عماد الخنوس، صلاح الدين بن يشو، ايوب العملود، يحيى جبران، زكريا الدراوي، الياس شتي، وارسين زولا، وامين ابو الفتح، وحمدو الهوني. وبخصوص مباراتان وديتان للوداد قبل انطلاق الموسم الجديد، اتفقوا المسؤولين ديال الوداد الرياضي مع نظرائهم في نهضة بركان باش يديروا ماتش ودي الاسبوع الجاي، وكيتسناو غير باش يتاكدوا ويأكدوا الموعد والمكان. الوداد رجع يوم الاربعاء للدار البيضاء، جا من تونس بعد ما لعب ضد النادي الافريقي نهار الاحد اللي فايت في ماتش ودي اللي سلب تعادل بهدف لكل فريق. المدرب رولاني مكوينة برمج حصات تدريبيه صباحيه اليوم الاربعاء قبل ما يمشيو للمطار تونس قرطاج باش يرجعوا للمغرب، وقبل ما يواجهوا نهضة بركان غادي يلعب الوداد ماتش ودي اخر اللي متوقع يكون ضد الشباب الرياضي السالمي، ولا مع شي فريق من بطولات القسم الثاني. مكونة باغي يوصل بالفريق لاعلى درجات الجاهزيه قبل ما تبدا البطوله الاحترافيه في 30 من غشت الجاري، بحيث غادي يلعب الوداد في الجوله الاولى ضد المغرب الفاسي كضيف.